شوهتوا الدوري وخربتوا سمعتنا ودخلتونا حرب راح تورطنا. هذه تعليقات كثيرة انتشرت على إكس بعد المشاكل اللي جالس يمر فيها نادي الهلال مع لاعبيه، وبدأت بموضوع لودي اللي أعلن إنه فسخ عقده من طرف واحد، ونشر بيان طويل عريض شرح فيه الأسباب وكيف هو منصدم من استبعاده من قائمة الفريق بالدوري. عشان كذا صعد الموضوع ورفض يكمل وقلب الدنيا، وخلى الشارع السعودي ينقسم بين اللي طلب محاسبة على ما سماه إهدار للأموال وتعريض سمعة الدوري للتشويه، وبين اللي شاف إن النادي تورط بعدد الأجانب اللي عنده ومن حقه ما يسجل لودي، مثل ما صار مع لاعبين امثال فيرمينهو بالاهلي وجوتا بالاتحاد. وصارت في حرب ما بين جماهير الانديه، وكل واحد فيهم صار يعاير الثاني، انت غلطت بكذا وانت بعت لاعبك بكذا. طيب على بالك ان الموضوع وقف عند لودي وبس؟ لا يا حبيبي، كمان ماركوس ليوناردو لحق لودي، والتقارير كشفت ان اللاعب كمان مستاء، وحتى الصغير كايو سيزر سجلوه بسجلات الرديف. عشان كذا الصحف البرازيليه اعلنت الحرب على نادي الهلال بسبب اللي جالس يصير مع البرازيليين. وإذا بتسأل ليش كل هذا صار، بقول لك ببساطة إن التكديس هو السبب. والبعض حمل اللائحة السبب، لأنها هي اللي سمحت للأندية تكديس الأجانب، ولما تورطت حاولت إنها تدور حلول مش موجودة في أنظمة الفيفا. وصمت الاتحاد عن الحركات هذه دخل الأندية بالخطأ اللي ممكن يشوه صورة الدوري وكل التعب اللي صار عليه. بالأخير يا ترى هل فعلا الهلال غلطان؟ وهل إدارة النادي لازم تحاسب على التكديس، ولا اللي سواه طبيعي ومثله مثل غيره؟